السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ فيديو النهاردة هيتكلم عن بيلد هيلكارت. تمام. بيلد هيلكارت وان شوت. الفيديو ده طبعا في الكلاسيك عشان بس احنا بنجرب البيلد. تمام. عموما هيلكارت في التجوال لازم تكون مدرك كويس جدا ان هيلكارت في التجوال محتاج شروط خاصة في دور التصنيف، يعني مينفعش تدخل هيلكارت تجوال كده وخلاص. تمام. هنا بنضغط على كاجورا. تمام، جبناها. انا قلت خلاص يعني مش هتهرب معانا تحجير، نقتلها. وهنزو على فكره دمجه عالي جدا جدا، ولو السكند بتاعته اتعملت مظبوط هتلاقي نفسك بتطلع منه دمج رهيب يعني. طبعا هنا ضغطنا على يوزنج زي ما انا قلت لك. تمام. السكند لو تعملها صح خلاص. تعملها صح ازاي؟ تكون قريب جدا من العدو وتخليها باتجاه العدو بالظبط. تكون قريب جدا وتخليها باتجاهه زي ما يعني انت هنا شايف نص الهيل بتاع كاجورا راح. تمام. ومع مرور الدور هتلاقي ده مش بيزداد. تمام. وهي اصلا البيلد دي هدفها وان شوت يعني، خصوصا الحاجات السكوشي. طبعا انت هدفك ان انت تراوغ ما بين حاجات الفرونت، التانك مثلا والاكس بي، وتروح عامل زي كده. تمام. انا عديت من كاجا ومستني كاجورا، وطبعا هيلكارت محتاج صبر يعني. تمام. محتاج صبر، ان انت تنيك صابر متكمبر، صابر لحد اللحظه المناسبه، وبعد كده تنقض على ايه؟ الميد او الجولد لين. يعني انت هنا لو لاحظت، تمام، الدور لسه ما كملش اول دقيقتين وانا جايب 3 كيل. فهو دي قوه هيلكارت. قوه هيلكارت في ان هو يقدر يترصد للاعداء بسهوله جدا. طبعا هنا انا واقف مستني يعني ليلى تظهر. تمام. الراجل ما ظهرش، يعني هنا كاجا اللي ظهر، فيعني مفيش. بحاول اخليه يقرب لكن الراجل خد الويفه وبعد على طول. قلت خلاص بقى انا هنا ايه، الراجل انا هجمت عليه. تمام. سيلينا قتله. طبعا هو لو كان ركز في الماب من الاول لكن زمانه لاحظ ان انا كنت موجود يعني. هنا طبعا بكلي ويفا مفيش اصلا حد في اللين معانا، يعني الدور كلاسيك. تمام. فطبيعي ان انت تلاقي ايه، ان الناس مش ملتزمه بليناتها. وزي ما انا كنت بقول في اول الدور، هيلكارت ينفع روم، ينفع روم، لكن عشان الناس هتاخد الجمله دي وهتبهدلني انا عارف. هيلكارت ينفع روم في حالات خاصه، في حالات خاصه. وطبعا لازم يكون واحد من التانك او طريق الخبره يبقى معاهم، يبقى يعني واحد فيهم. مش التانك، انا غلطت، انا قصدي واحد من الجانجلر او طريق الخبره، واحد منهم يكون على الاقل جايب تانك او شخصيه هتاخد دامج. لكن لو الاتنين جايبين شخصيات سكوشي وانت جبت هيلكارت، فانت كده بتقول السلام عليكم للدور يعني. فاهم؟ كده اكيد هتخسر. طبعا هنا الستان بتاع سيلينا قوية جدا، يعني هو هنا عمل السرد بتاعته وانا عملت الفيرست بتاعتي في نفس الوقت. هنا انا استغربت، الراجل واقف مستني ان احنا نهجم عليه، فسيلينا استغلت الوضع ده على طول وهجمنا عليه والراجل مات يعني. حركة غير منطقية. انت ضدك شايف 3 قدامك على الماب وانت واقف مستني، هتقعد بقى تتركول او تستنى ان هم يعملوا حاجة، ده خطأ يعني. تمام. هيلكارت عنده ميزه كمان، الموبيليتي بتاعته عاليه جدا. تمام. الباسيف والفيرست وكمان الالتيميت بيساعدوه على ان هو يزود الموبيليتي. فهو هيساعد جدا في البوش لو انت تيمك ضعيف او ضايع، الاحرى يعني، وانت عايز تبوش اللينات، فهيلكارت كويس جدا جدا في ان هو يبوش اللينات. ولكن لازم برضو تختار هيلكارت لو انت معاك تانك. اذا كان ده هيلعب في طريق الخبره او هيلعب في الجانجلينج، لازم يكون معاك حد ياخد الدمج. مفيش حد مستعد ان هو يجيب حاجه زي كده وياخد الدمج وتقول لهم يا جماعه لو انت هتدخل هيلكر تجوال ما تستناش للاخر وتفاجئ التيم ان انت دخلت هيلكر تجوال. لازم لو هتدخل تجوال او دعم تطلع انت في الاول. تمام. دي برضو معلومه يعني ايه، في ناس كتير ما تعرفهاش. لازم تعرف التيم ان انت تدخل حاجه سكوشي في التجوال. هنا كاجا عمل الالتيميت عليا، ملهاش لازمه طبعا. هي كانت هتبقى احسن لو مع حد او لو كان التاور هيضرب فيا. طبعا هنا الراجل ما شاء الله ادرك خطأه، دخلت عليه بالسكند. تمام. باكيتو قتله. اوكي. على فكره الدمج كان عالي جدا عليه، لو لاحظت تقريبا نص هيلو راح فيها يعني. وخصوصا ان احنا هنا كده خلاص، احنا هنا اتفيدنا يعني، النتيجه 12 3، احنا متفيدين جامد. طبعا هنا انا قلت هاجم على ليلى،
عملت الالتيميت، للاسف افتكرته هيرجع، لقيته بيقدم تاني. انا جبته برضو، بس كنت ممكن لو ظبطتها، لو ظبطت الفيرست عليها كنت هجيبه وان شوت. هنا قتلوا سالينا. لا انا هنا مش هدفي كاجا طبعا، انا مستني اذا كان كاجورا او امون او ليلى تيجي. تمام. طبعا انا قلت كاجا قريب نقتله، يعني انت متخيل كاجا اللي هو التانك، يعتبر خلصته وان شوت. انت شايف هيلو كان كام قبل ما اعمل فيه الكومبو. المهم طبعا عمنا يوزن يعني ما شاء الله، ما ينفعش تهزر مع يوزن خالص. تمام. لو تستهدف حاجه تنكيه او حاجه الهيلينج بتاعها عالي، لو يعني حاجه قصدي تنكيه او عندها هيل عالي، امتى؟ لو هي خلاص قربت تموت، هو بيهرب وقرب يموت، ساعتها ممكن تحاول تجيبه. تمام. مستنيين هنا ليلى تيجي من الجنب، لكن يوزن هو اللي موجود. سيلينا وباكيتو قتلوه. صراحة سيلينا جامد جدا. كتيم ككل دول ناس بتتدرب انما هي تكون افضل، فاهم يعني؟ دول الناس بيعرفوا يلعبوا وبيزودوا مهاراتهم، مش بيكتشفوا لسه الابطال. بس وانا صراحة يعني ما بينك وما بينكم، انا ما بلعبش بهيلكارت كتير، قليل قوي بلعب بهيلكارت. ولكن فرصة ان انا اشوف بيلد وان شوت بهيلكارت. تمام. قوية جدا يعني. انا طبعا هنا مرضتش ادخل، قلت لو معاه التيميت ممكن يسحبني اموت، فضربته من بعيد يعني، ده مش احسن حاجة. المهم هنا بنحاول نجيب امون، ولكن هم جابوه. ضيعت الالتيميت. لازم الالتيميت يا جماعه تعمله صح، لان الالتيميت هيل كارت من اطول الالتيمات في اللعبه وبتاخد وقت طويل جدا، فلازم تظبطه يعني. انا ضيعت الالتيميت، شوف بقى امتى هياخد قد ايه عقبال لما يرجع لي. زي ما انا قلت لك، تستغل موبيلتي هيل كارت تبش في اللينات. تمام. وعلى فكره ان هيل كارت بيكون شبه خفي في حالته البس، اللي هو لما البس بيكون فعال، اللي هي الحاله اللي انا فيها دلوقتي دي، الحاله الظلاميه دي، بيكون شبه خفي. طبعا الموبيلتي بتاعته بتزداد والهيلينج بيزداد، وكمان الاستكات اللي هي بتاعت السكند بتاعته بتزداد. طبعا هنا خلط على طول، استغليت الستان بتاعت سيلينا وهجمت على ليلى. وان كومبو، وان كومبو الراجل ما خدش. طبعا كاج هنا سحبني. حاولت اهرب لكن امون عمل عليا الالتيميت فمت. عم رجعنا هنا تاني. طبعا هو تفوق اكتساح يعني، الدور العادي في التصنيف مش هيبقى اكيد بالسهوله دي. تمام. وخصوصا هنا انت لو لاحظت فكل الشخصيات اللي معايا سكوشي، الكلام ده ما ينفعش في دور عادي، لكن بس عشان فرق الاحتراف. طبعا هنا بتدوس الفيرست غلط وتدوس السكند برضه غلط. آه، طبعا هنا بنحاول نهرب خلاص يعني، هم عددهم اكبر، لو دخلنا فايت هنخسر. بحاول الف، بحاول اشوف اي فريسه سهله. انت في هيلكارت حرفيا بتعتمد على مبدأ الكر والفر، تهجم، تخطف حد، تهرب، ترجع. هو ده هيلكارت. ويا سلام لو الحد ده واخد ستان. عملت هنا الالتيميت، حاولت اهجم، هجمت على يوزن. يوزن على فكره في السكند بتاعتي طيرت النص الهيلينج بتاعه، يعني لو كان بقى النص الهيلينج بتاعه بس كان زمانه مات. ولكن زي ما انا قلت لك ما تستهدفش ما تستهدفش ابطال تانكيين او الهيلينج بتاعهم عالي. طبعا انت لو ركزت في الميني ماب هتلاقي ان مأمون يعني بيحاول يهرب، بيحاول يدركول، فانا على طول عملت فيرست سكند، حرفيا خفيته. تمام. كانت قتل لوحدي يعني، حتى رينج ما لحقش يشاركني، وكان امون اكتر من 3/4 سهمه موجود. فهو هيلكارت البيلد دي بتساعده على وان شوت، وهو هيلكارت لو استفدت منه صح هيبقى وان شوت بالنسبه لاي شخصيه سكوشي. تمام. هنا انا كنت بحاول اجيب كاجورا، لكن اتعملت بالظبط على كاجا. حتى لو لاحظت كاجا برضو 3/4 الهيلينج بتاعه اختفى. تمام. وحتى كاجورا اتبهدلت، بس لان السكند ما كانتش على كاجورا قوي، ما ظبطتش يعني. هنا بشوف ليلى بتكلير، قلت خلاص فرصه اعمل السكند، فيرست سكند. طبعا انا عملت الالتيميت عشان خفت ان الطور يقتلني، فايه عشان اعرف اهرب يعني. والالتيميت ممكن تعمله للهروب، ممكن تستغله وتعمله للهروب. هنا خلاص استسلموا، لكن انا قلت نجيب برضو كل فيرست سكند. الراجل ما بيرحمش يعني، حتى هم استسلموا الراجل ما بيرحمش. هيلكارد دامج عالي جدا، البيلد دي هتخلي هيلكارد دامج اعلى. انت البيلد موجوده في اخر الفيديو، لكن مش للاسف البيلد مش متصوره بالكامل. تمام. هي بس اول في معدتين ناقصين لان الدور خلص بسرعه. فانت لو ركزت على مدار الدور وانا بقلب الصفحه، تمام، وانا بقلب الصفحه هتلاقي البيلد كلها موجوده. جربها قول لي رايك.
قول لي هل هتفيدك ولا لا، ولكن زي ما انا قلت لك ما تدخلش هيل كارت لو انت مش معاك شخصيات تنكيه وشخصيات تستحمل الدمج.